عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهارده جايه وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا. لو انت عروسه بتجهزي او ست بيت بتغيري، الفيديو ده مهم قوي ليكي. هقول لك على انواع الحلل المهمه جدا اللي المفروض تكون في مطبخك، ايه الانواع اللي نستبعدها وايه الانواع اللي ما ينفعش المطبخ يكون من غيرها. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده، بس ما تنسيش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. النهارده معانا 4 انواع من الحلل. معانا الحلل الالومنيا زي ما انتم شايفين كده، معانا الحلل الجرانيت، وانا دي عملت فيها فيديو لوحدها علشان بجد كان مهم قوي ان انا اعمل لكم فيديو فيها لوحدها عشان اكلمكم على كل تفاصيلها. معايا كمان الحلل الفخار، بصوا حله اهي بالغطا بتاعها، وكمان معانا الحلل الستانلس. طيب لو انا عروسه بجهز والمفروض ان انا هجيب طقم واحد بس، اجيب ايه؟ اجيب جرانيت ولا اجيب فخار ولا اجيب ستانلس ولا اجيب ألمونيا؟ مبدئيا نستبعد الألمونيا خالص، مجهود قوي وفي اضرار كتير قوي ظهرت منها، وكمان بتاخد مجهود جدا في الدعك، حتى في غساله الاطباق بتغمق، لان طبعا الميه السخنه بتخليها تغمق. نستبعد خالص الألمونيا. خلاص هنفكر في دول، يا ترى اجيب جرانيت ولا الفخار ولا الستانلس؟ اهم نوع يكون موجود في مطبخك هو الستانلس، مفيش كلام، الستانلس. وهاتي الستانلس الكوري، بصي الطقم بتاعي ده كوري، والستانلس التقيل مش الخفيف زي ما انتم شايفين كده. بصوا حلو قوي 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 الطقم ده. يبقى لو انا هجيب طقم واحد حلل والمفروض ان انا اختار، هستبعد الالمونيا وهجيب الستانلس. تحفه في التنظيف، تحفه في الغسيل، تحفه في الاكل، لونه ما بيغيرش مهما تغلي فيه الشوربه، غير الالمونيا خالص، الالمونيا بيغمق ملوش حل. فانا لو المفروض ان ميزانيتي هجيب طقم حلل واحد، اجيب الستانلس وانا مغمضه، اجيب الستانلس حله تقيله، اجيبه كوري ويكون زي ما انتم شايفين كده. بلاش نستبعد الغطا الحراري اللي هو بيبقى ازاز، هاتوا الغطا ده نفس الحله دي كده بالظبط. بصوا تحفه وتقيله وحلوه جدا جدا، والايد منها فيها زي ما انتم شايفين، والحله بتاعتنا تقيله. خلاص تمام. اجيب ايه كمان؟ اجيب الحلل الفخار، دي تحفه لا غنى عنها، جميله جدا 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 بالغطا بتاعها او من غير الغطا. يعني في طواجن من غير غطا، ثانيه واحده، في طواجن بتاعتنا بتبقى كده من غير غطا برده حلوه قوي قوي. اجيب الفخار ليه؟ اول حاجه الاكل فيها تحفه، طعمه جميل جدا جدا لا غنى عنها. بصوا تحفه حلوه جدا جدا. غير كده سعرها رخيص خالص، ب 40 جنيه وب 50 جنيه وب 55 جنيه. يعني بجد ما ينفعش ما تجيبيش حلل فخار. رز معمر ما ينفعش يكون غير في الحله الفخار، تحفه طعمها ملهاش حل، تسخن بس في الفرن بيبقى طعمها يجنن. تمام؟ فيعني الرز المعمر جوه الفخار غير في اي حاجه ثانيه، فده اساسي لازم تجيبيه، مهم جدا انك تجيبيه، ويبقى منه اشكال واحجام صغيره وكبيره. تمام؟ زي ما انت شايفه كده، حلو قوي قوي قوي. يبقى لو احنا هنجيب طقم واحد بس، هنجيب الستانلس لانه اساسي وبجد حلو جدا، وهاتي الكوري والحله الثقيله. والفخار اساسي يكون معاكي لان سعره لا شيء، 50 جنيه وب 40 جنيه وحاجات 75 جنيه و85 جنيه، يعني سعره لا شيء. فهاتيه عشان بجد هو في اكلات ما ينفعش تعمل الا فيه، زي الرز المعمر، زي البورما او التورلي الخضار، بيبقى فيها ليه طعم تاني. تمام؟ طيب الجرانيت انا كلمت لكم قبل كده عن الحلل الجرانيت بتاعتي، ارجعوا للفيديو على القناه. النوع بتاعي زي ما قلت لكم اسمه ماستر، نوع اماراتي. تمام؟ وقلت لكم ان احنا بنختار الحله التقيله واللي الايادي بتاعتها منها فيها ما تكونش متركبه زي دي كده اهي. ارجعوا للفيديو حلو قوي، والحله تكون تقيله. والنوع بتاعي زي ما قلت لكم هو اماراتي، اسمه ماستر. طيب ممكن تجيبي حله واحده بس، لو انت عروسه لسه متجوزه ونفسك قوي انك تجيبي حلل جرانيت، ممكن تجيبي حله واحده بس، مفيش مشكله خالص، بتتباع بالحله. هاتي واحده بس للرز.
فاحنا لو انت عروسه وبتجهزي اساسي هيكون معاكي طقم الستايلس وطقم الفخار لان سعره رخيص جدا. هنستبعد الالومنيا، ممكن اجيب حله او حلتين جرانيت، وممكن اجيب حله واحده بس وبعدها بشويه ابقى اجيب حله ثانيه وحله ثالثه وحله رابعه. يعني دايما احنا بنجدد في مطبخنا، احنا مش بنقعد على حاجه واحده، فده حلو جدا جدا. يعني انا كل المطبخ اللي انتم شايفينه ده كل حاجه بحبها او بحلم بيها واحده واحده، اجيب مره كذا ومره اجيب كذا، مره اجيب العجانه، مره اجيب ده. عشان كده بحب مطبخي جدا، كل حاجه جبتها واحده واحده. فمفيش مشكله خالص انك تتجوزي ان شاء الله بحله واحده بس جرانيت، وهاتي طقم الفخار عشان قلت لك سعره لا شيء، وهاتي طقم الستانلس اساسي ونستبعد الالومنيا، وبعد كده لو نفسنا في حاجه ثانيه نجيبها. حبيت اكلمكم الصراحه عن الحلل لان بجد يعني مهم جدا تعرفي انت هتجيبي ايه عشان ما تبقيش تايهه وتجيبي حاجات ملهاش لازمه ونجيب طقم المونيا وما نستخدموش بعد كده. لا، نوفر الفلوس دي في حاجه ثانيه. تمام، ده كل اللي انا اعرفه عن الحلال، وقلت لكم كل حاجه. ولو حابين تعرفوا اي حاجه عن الحلل الجرانيت بالتفصيل الفيديو على القناه عاملاه بس الحلل الجرانيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم تكونوا انبسطتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي يشرفني جدا الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.